السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، دي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا جدا. عايزة اقولك هتعمليه بسرعة البرق، وهيطلع معاكي مورق وهش وخفيف ودايب دوبان، وفي نفس الوقت هتعمليه دفعة واحدة من غير ما تتعبي ولا تورقيه ورقة ورقة. وعايزة اقولك هيطلع معاكي هش ودايب ومورق، وفي نفس الوقت عامل زي البقلاوة بالظبط. عايزة اقولك الهشاشة بتاعته والقرمشة عاملة زي البقلاوة. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد هننزله إن شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. وأول حاجة معنا في الطريقة طبعا وهو كده نص كيلو من الجلاش. طبعا يا ريت تجيب الجلاش من عند الفطاطري عشان يطلع معاكي رقيق كده وورقه حلو. وعايزه اقول لكم اللفه زي ما انتم شايفين كده طالعه من الفريزر متهربده شويه، يعني احرفها كده متهربده، بس كل ده هنعالجه دلوقتي. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ همسك بقى كل 3 ورقات من دول كده، وهلفهم كده على شكل رول زي ما انتم شايفين، لفت ورا بعضيها كده ضيقه بنفس الطريقه دي. بعد كده بقى هنقلهم كده في صاج او في صينيه، المكان اللي احنا هنقطعهم عليه. طبعا احنا مش هنرصهم في الصاج، بس كل الموضوع هنقطعهم كده على مكان ثابت. همسك بقى كل اللفه بالطريقه دي، كل 3 ورقات هلفهم على شكل رول وانقلهم في الصاج. هم هيطلعوا معايا كده 4 رولات، وده علشان النص كيلو جلاش عباره عن 12 ورقه من الجلاش. شايفين بقى مفيش اسرع من كده، حتى لو ورقه متقطعه كده او متكسره حطيها كده في قلب الورق كده ولفيه، مش هيحصل اي حاجه خالص. ودلوقتي بقى عملت 4 رولات كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اجيب السكينه واقطعهم كده سبعات وتمانيات. شايفين بقى الموضوع سهل وبسيط خالص ازاي؟ اهم حاجه بس وانت بتقطعي الجلاش حاولي تفصلي كل واحده عن التانيه، يعني اقطعيها كويس كده وجزيها بالسكينه، وده علشان احنا هنحتاج نفصل كل واحده عن التانيه. طبعا انت بقى لو عندك صاج صغير عن كده تقدري تحطيهم كده وبنفس الطريقه وتسويهم على طول مره واحده. حابه تنقليهم في الصينيه وترصيهم في الصينيه زي ما انت حابه. انا بالنسبه لي هقطعهم في الصاج وبعد كده هنقلهم في الصينيه، وده علشان ما هقدرش في الماده الدهنيه. وده علشان زي ما انتم شايفين في مكان فاضي في الصاج كده، لو جينا حطينا الماده الدهنيه وهو في الصاج الماده الدهنيه هتروح وتيجي كده في الصاج. لا احنا عايزين نتحكم فيها كده علشان نشرب كل الجلاش. وبعد ما خلصت كده الاربع لفات وقطعتهم سبعات وتمانيات زي ما انتم شايفين هنقلهم في الصينيه. انقليهم بقى في الصينيه وخليهم عاشق ومعشوق كده زي ما انت شايفه، بحيث ان هم ما ياخدوش مسافه معاكي ومكان في الصينيه. شايفين؟ بدخل كده بقى كل مثلث في التاني كده بنفس الطريقه دي لغايه لما هخلص الصينيه وهرصها. وبعد كده بقى هنرشها بالماده الدهنيه. الماده الدهنيه تقدري تخليها خليط سمنه على زيت، يعني ممكن تخلي نص الكميه سمنه ونصها زيت، بس ما ينفعش نخلي الكميه كلها زيت، لازم مش اقل من النص سمنه. ودلوقتي بقى معايا كده كوبايه الا ربع من السمنه السايحه، هبتدي بقى ارشها على الجلاش بنفس الطريقه دي. هوزعها كده بالمعلقه على كل حته في الجلاش، وبعد كده بقى احرك الصينيه يمين وشمال علشان اتاكد ان السمنه كده دخلت في كل حته من الجلاش. شايفين؟ يمين وشمال كده وقدام وورا لغايه لما نتاكد كده ان الجلاش اتشرب كله بالسمنه. بعد كده بقى في المرحله دي هكون مولعه الفرن على درجه حراره 180. لو الفرن كهربا شغلي فوق وتحت والمروحه، انما بقى لو فرن البوتاجاز شغلي من تحت الاول، اول ما يستوي من تحت اطفي من تحت بقى وشغلي الشوايه وحمري وشه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين هدخله الفرن على طول، بس مجرد ما الفرن يسخن. ودلوقتي بقى تعالوا نعمل الشربات او السيرب او الشيره. معايا كده كوبايه ونص من السكر، هنضيف عليهم كوبايه ونص من الميه، وبعد كده بقى هغطي على حله الشربات واسيبه يغلي. بغطي على حله الشربات ليه؟ علشان الشربات ما يسكرش معايا، علشان رذاذ السكر اللي هيتكون على جدران الحله اثناء الغليه البخار بيغسله، فبالتالي عمر الشربات ما يسكر معاكي. دلوقتي اول ما الشربات بيغلي والسكر بيدوب بروح بقى عصرة من الليمون، وهرجع بقى اغطي على حله الشربات واسيبه يغلي كده لمده 10 دقايق. انا محتاجه شربات تقيل، وطبعا احنا بنخلي الشربات تقيل علشان خاطر الجلاش ده انه مقرمش معانا وما يبقاش طري. وده كان شكل صينيه الجلاش اول ما طلعت معايا من الفرن. بنسقيها بالشربات البارد، هي بتكون سخنه مولعه نار والشربات بيكون بارد. وزعي بقى الشربات كده على كل الجلاش، هيتشرب معانا كويس جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى الجلاش في المرحله دي هش ومورق وخفيف ودايب، والله كانك عامله بقلاوه بالظبط. جربي الجلاش بالطريقه دي، سهل وسريع وهيعجبك جدا جدا. في سرعه البرق هتكوني عامله الصينيه الجميله دي.
وطبعا كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه كان مناسبين جدا جدا للجلاش. يعني مجرد ما هتسقي الصينيه هتلاقي الجلاش اتشرب كل الشربات. شايفين الجلاش متحمر كويس جدا من فوق ومن تحت. وعلشان ياخد معاك اللون الحلو الموحد ده حاولي تحركي الصينيه كده وتلفيها كل شويه في الفرن. يعني طلعي الصينيه ولفيها على الناحيه التانيه، وكرري بقى الحركه دي اكتر من مره على ما الصينيه تستوي وتاخد لون موحد كده وتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. وطبعا انا عملت معاكم طرق كتيره للجلاش قبل كده، الحلو والحادق. لو حابين تتفرجوا عليها هتكتبوا الجلاش الحلو او الحادق وجنبه اسمي وتبحثوا. القناه دي موجوده على اليوتيوب يا جماعه. وحابه اقول لكم ان الوصفات اللي عملتها معاكم قبل كده من الجلاش الحلو والحادق وصفات جميله جدا جدا وجديده وحصريه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل الحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، الفيديو جميل ويستاهل لايك. ويا ريت بقى ما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو كده منكم علشان كومنتاتكم بتفرحني جدا جدا. اترككم في رعاية الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.